نروح لملك الموت، فسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول عظيم عليه الصلاة والسلام عظيم الهيبة لا يضحك أبدا، له شدة وقوة. فلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استحلفك بالله لا تدخل على أمتي بهيئتك يا ملك الموت. أشفق علينا من ما تخشش عليهم كده. قال له حاضر يا رسول الله، حاضر، اللي تؤمر بيه ربنا أمرني إن أنا أطيع. ولذلك بقى هو ملك الموت يعرف إن أنا هموت ولا لأ؟ ما يعرفش غير في لحظتها. قالوا له إزاي؟ لما يجي له الأمر من ربنا سبحانه وتعالى. لا، ما أنا هقول لك الأمر بيجي إزاي. الأمر بيجي إزاي؟ الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلائق أنبت شجرة في السماء. في شجرة في السماء كل مولود يولد تنبت له ورقة. كل مولود يولد تنبت له ايه؟ ورقة في الشجرة دي. فإن اشتد عوده اخضرت، فإن اشتد كبرت. مع الأعمار. مع الأعمار. يعرف ازاي ان فلان ده قرب؟ حينما، ده هو اللي بيقول مش انا، بيقول لحضرة النبي عليه الصلاة والسلام قال حينما تميل ورقته يا رسول الله، بدل ما ورقته واقفة كده تميل. فأعلم أنه قد قارب فأرقبها. قال له لوحدك؟ قال يا رسول الله إن الله أوكل بكل نفس 40 معي يعملون من الملائكة. كل واحد ليه كام؟ 40 يجهزوه عشان هو يجي بس ايه؟ يقبض. تقبض روح البني آدم ولكن تظل في جسده. نعم. يعني ايه؟ يتوقف عمله. ولذلك دخول 40 ملك هم بيهيئوا الإنسان لاستقبال ملك الموت، اللي هو ملك الموت. علشان كده الميت في قلب البيت زي ما احنا بنقول، اوعى تفتكروا ان هو فقد المعرفة، هو فقد الحياة. لكن المعرفة هو عارف مين ده، وعارف مين اللي داخل عليه، وعارف مين اللي بيغسله. يعني. ايوه نعم. وعارف انه مات، وعارف انه سايب الدنيا، وعارف ان ده بيته، دول ولاده واهله. وبعدين خدي بالك، هو حضرتك لو شديتي صباعي كده هيحصل ايه؟ هقول هو كده. لو انت وانت بتغسليه عشان كده بنشوف الميه، هي احنا كبني ادمين نقدر نستحملها ولا لا؟ ده غلط. انا ما اقدرش انا استحملها ولا لا؟ لا، انا اقول هو كان بيحب ايه؟ كان يتغسل بيحب يستحمى ايه؟ واحد يحب يستحمى بميه ساقعه، حاضر، بميه سخنه، حاضر، وما تعاملش مع الجسد بعنف ولا بشده. خلي بالك، ما دخلش عليه واحد يكرهه. انما لو في وصيه في قطيعه رحم اقطعها انا. يعني هو قال ما تدخلوش امي، ما تدخلوش ابويا، ما تدخلوش اخويا، لا ادخله. عارفه في اللحظه دي يقول الميت اللهم كما قطع وصيته بصلة رحمي فأصل رحمه في الدنيا والآخرة. بقى القرآن يقول لنا كلام جميل قوي. يقول الروح لسه فيها، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. أهي موجودة. يلا هاتوا بقى، هاتوا الطب وهاتوا الهندسه وهاتوا كل علماء الدنيا، حد يقول للروح ارجعي مرسى، حد يرجعوا تاني الدنيا. ينتقل الميت من حديث النصح المعلن الى حديث النصح المخفي الذي نقلته الينا السنه، وهو ينطق ونحن لا نسمعه. ولذلك ملك الموت لما بيخش عليه الأول، خليكي في ال40 سيدنا النبي يسأله يقول له ال40 دول بياخدوا الروح ازاي؟ قالوا له يا رسول الله إذا كانت نفسا طاهرة تقية، خلي بالك قوي، خرجت الروح أو استخرجوا الروح، لأن هم بياخدوا الروح من كل عرق لحد ما تصل للحلقوم. بياخدوها من كل عرق ومن كل عظم ومن كل الجسم كله، كنسمة هواء بارد في صيف حار شديد. حاجة عشان كده احنا بنشبهها كده، ده الروح طلعت زي النسمة. شوفي ازاي. طب والتانية؟ أعوذ بالله. يقول له يا رسول الله كشوك وضعته في صوف ثم بللته بالماء.
عايز تطلع الشوك تعمل ايه؟ بتقطع الصوف. نسأل الله السلامة. شوف يبدأ الميت ينادي: أبنائي، زوجتي، أحبابي، جمعت لكم المال من حرام وحلال وأحاسب عليه وحدي، فلا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي، المال لكم والحساب علي. خلاص بقى بيبقى عارف كل حاجة. في اللحظة دي بتاعتنا في اللحظة دي بيعرض عليه مقعده من النار ومقعده من الجنة. مقعده من النار ومقعده منين؟ إذا كان عمله لو كان عمله كان هيبقى وحش، ده هيبقى مكانه. وإذا كان عمله كويس فهو ده مكانه. بيعرض عليه المقعدين، يقول له بص، لو هو مؤمن يقول له بص ده مقعدك من النار. فيغتم، فيقول له أبشر قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. ده في لحظة اللي هو لسه موجود، كله في البيت، ده كله لحظة لسه ما خرجش، لحظة طلوع الروح بس. لكن لأنه هو ليه عهد. لسه هيخش ملك الموت يقسم له. أول ما يخش ملك الموت هو مش هيشوفه، هو يسمع صوته، يقول له: يا ابن آدم، والله الذي لا إله إلا هو لقد طفت الأرض شمالا وجنوبا عشان ألاقي لك وشرقا لسه فيها وغربا، عسى أن أجد لك لقمة عيش تأكلها فما وجدت لك. والله الذي لا إله إلا هو لقد طفت الأرض كلها، عسى أن أجد لك شربة ماء تشربها فما وجدت لك. والله الذي لا إله إلا هو لقد طفت الأرض كلها، عسى أن أجد لك نفس هواء تتنفسه فما وجدت لك. والله الذي لا إله إلا هو لقد طفت الأرض بأسرها، عسى أن أجد لك كلمة تنطق بها فما وجدت لك. خلاص كل حاجة ليك بالدنيا انقطعت. أجمعت الدنيا أم الدنيا جمعتك؟ أستعددت للموت أم المنية عاجلتك؟ ويقوم ملك الموت صدر أوامره أو فرمانه أو قراره لملكين اللي هو اليمين والشمال. يروحوا فين بقى؟ ربنا يقول لهم كده: نعمل ايه يا رب؟ العبد خلاص مات، واحنا كان مهمتنا نكتب حسنات وسيئات. خلي بالك، فربنا يقول: أقيم على قبر عبدي فسبحاني كما كان يفعل، واحمداني كما كان يفعل، وهللاني كما كان يفعل، واستغفراني كما كان يفعل، فإذا فرغتما من فعلكما في يومكما فاكتبا ثواب ما قلتما في ميزان صحائف عبدي.